اقول لك ازاي عملت ارخص عمره ممكن تطلعها من مصر. مبدئيا كده هتطلع الباسبور بتاعك، ولو ليك تصريح جيش او حاجه قدامك حل من الاثنين، يا تطلعها لوحدك او مع شركه. لوحدك بتبقى اوفر حاجه بسيطه، بس الشركه بتشيل عنك حاجات كتير. انا عامه الشركه اديتهم الباسبور، هم حجزوا لي كل حاجه. وصلت المطار دلوقتي، المفروض بقى احنا نروح الجوازات نخلص ورقنا وحاجاتنا علشان احنا هنحرم من هنا من مطار القاهره. بص بقى ايه، انا عامل حركه ذكيه ومعلم الشنطه بتاعتي بتاعتي عادي من تقعد بقى تستنى الطياره. مهم قوي قوي ان انت تروح قبل الميعاد بفتره علشان تخلص ورقك وحاجات. وعايز اقول لك بمجرد ما الطياره هتيجي هتحس بحاجات انت يعني عمرك ما حسيتها في حياتك. مشاعر متلخبطه، هتلاقي عينيك بتدمع لوحدها، ولما كمان الطيار يقول ان انتوا خلاص عند الميقات وهتنوي العمره، احساس رهيب. فساعتها على طول لازم تنوي العمره وتقول لبيك اللهم. هتوصل مطار جده وتستنى القطر، او شوف بقى انت هتروح مكه بايه. واستنوا فيديو كبير عن كل مطاعم مكه. انا شايف بصراحه ان احسن وسيله مواصلات من جده لمكه او من مكه للمدينه هو قطر الحرم. كان الانسب في السعر والاسرع وكل حاجه عشان بس ما تضيعش وقت. هتوصل مكه المكرمه تقريبا في ساعه او ساعتين، وحرفيا ما فيش وقت. هتحط الشنط وتنزل على طول جاي. حتى لو انت مطبق بقالك كذا يوم ومش نايم، صدقني مش هيجيلك اي نوم من اللهفه واللي انت مشتاق. وفعلا يا جماعه اقسم بالله زي ما بيقولوا، اي حاجه باظت في حياتك باب 79 قادر ان هو يصلحها لك. باب 79 ده اللي هو انت تخش منه تشوف الكعبه على مشاعر متلخبطه، بتلاقي نفسك بتعيط ومنهار مش عارف اصلا تدعي تقول ايه. هتخلص عمرتك وتطوف وتروح الصفا والمروه وكل حاجه وتحل احرامك وتحل كل ده في اول يوم تقريبا. هيبقى لسه بقى معاك 3 ايام في مكه او يومين كمان بقى تعمل بقى فيهم اللي انت عايزه. وخلي بالك عشان تصلي في الحرم اقلها لازم تروح قبلها بساعه ساعه ونص، ولازم تخش بالاحرام. انا بصراحه كنت بتمنى ان الدنيا تشتي وانا هناك، وده الحمد لله حصل. فين طول عمري نفسي اعمل عمره والدنيا تشتي وانا بعمل عمره، وده حصل وده حصل وده حصل، وانا مش عارف اقول ايه. والهدايا في مكه ارخص من المدينه بكتير. هنا بقى حرفيا في كل حاجه ممكن تتخيلوها باسعار اقل من بره كتير. انا في حاجات جبتها من قدام الحرم اكتشفت انها اتضحك عليا، بس يعني بتتكلم مثلا في 3 4 5 ريال بالكتير، فاهمين؟ بس مع العدد بقى الموضوع بيفرق. روحوا سوق الكعكيه ده هتلاقوا فيه كل حاجه تتخيلوها. هو في منطقه اسمها الكعكيه، ايوه هي دي. واستنوا برضو فيديو ال3 ايام هيخلصوا، هتطوف طواف الوداع وهتبقى فعلا ماشي بتعيط، وهتاخد قطار الحرمين هتروح بيه للمدينه المنوره، مدينه رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. انا لو هيبقى عندي مشكله واحده في السعوديه فهتبقى التكييف. يا جماعه هي الناس هنا ما بتسقعش ولا ايه؟ ده انا اتجنن. وعايز اقول لكم في المدينه انت هتحسوا بسلام نفسي غير طبيعي. لازم ايه ده يا جماعه، ايه ده، ايه الصفاء النفسي. حرفيا كل حاجه وكل تفصيله فيها هدوء وسلام نفسي غير طبيعي. ومهما كان في ايدك ايه او بتعمل ايه او بتبيع ايه او اي حاجه، اول ما الاذان يدن لازم كله يروح الصلاه على طول وكله ايه. يمكن اوحش حاجه ان احنا قعدنا في المدينه يوم واحد بس. المدينه بجد عايزه يعني ما تزهقش منها. وفي نفس اليوم اللي انت رحته الصبح، بالليل بقى اللي هو فجر اليوم اللي بعده هتتكل على الله وتروح، لان انت في العمره الترانزيت ليك على السيستم 96 ساعه بس اقسم بالله احلى 4 ايام في حياتك. ايه اللي رجعني تاني يا جدعان؟ بس كده دي كانت قصتي مع العمره اللي انا طلعتها. دي كانت ترانزيت 4 ايام بس، كانت يوم في المدينه اللي هو النهارده يوم 27 و3 ايام في مكه. اختلفت الاقاويل ان العمره الترانزيت اتلغت او ما بقتش موجوده او كده، لكن في الحقيقه هي موجوده. بس مهم قوي 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 ان انت تبقى طالع مع حد موثوق، لان الوجهه الثالثه لازم تبقى مؤكده، لازم تبقى مدفوعه، الطيران لازم يبقى كويس، الوزن، الحاجات دي كلها. انا بالنسبه لي الشركه اللي انا طلعت معاها اسمها هولي داي ترافل تريبس. سالت عليها كتير قوي قوي، الناس بتعمل كونتنت على السوشيال ميديا سفر وكده، قالوا لي عليها بصراحه حاجه كانت تحفه. بصوا الموضوع بصراحه ما شغلش دماغي لسبب ان انا اديتهم الورق واديتهم كل حاجه، هم بظبطوا كل حاجه، هم اللي عملوا لي الورق والتاشيره وهم اللي عملوا لي كل حاجه. عايز انت تحجز لوحدك هتحجز عادي جدا، بس الموضوع برده ايه في ريسك شويه. هم بصراحه وفروا عليا كل ده. كمان البنت اللي كانت مسؤوله عن الرحله بتاعتي وكده اسمها روان، عايز اقول لكم كانت معايا صبح ليل ظهر الساعه 5 الفجر 6 الصبح مش عارف ايه. انا بقلق، انا خايف من التاشيره، انا خايف من الوجهه الثالثه، انا مش عارف انا خايف من ايه، انا خايف من ايه. الناس على الجروبات كتير بيقولوا انها اتلغت وكده وفيها مشاكل كتير. انا عن نفسي ما واجهتنيش اي مشاكل خالص من المشاكل دي، الحمد لله الحمد لله يعني. والدنيا كانت متيسره والحمد لله. خشوا اسالوهم على التفاصيل، هسيب لكم اللينك بتاعهم، خشوا اسالوهم على التفاصيل واسالوهم على كل حاجه. حاجه مهمه جدا جدا، انا الفندق اللي قعدت فيه في مكه كان حلو قوي، كان اسمه ابراج الكسوه، بينه وبين الحرم تقريبا ماشي حوالي 10 دقائق. بس انا كنت بروح بالاتوبيس 24 ساعه قبل الفجر قبل اي وقت. في اتوبيسات بتوديك وتجيبك من الحرم 24 ساعه، الموضوع ما كانش صعب خالص. فندق المدينه طبعا كل فنادق المدينه عامه قريبه من الحرم جدا جدا جدا، تمام، مش محتاجه اتوبيسات، مش محتاجه اي حاجه. قال الفندق مش مقتنع بيه بصراحه، كان اسمه حياه الواحه، تمام. انا مش مقتنع بيه قوي، بس هي ليله واحده يعني، ان شاء الله مسافر الصبح خلاص. انا مش مقتنع بيه قوي بصراحه، بس ممكن انا ما خدتش فيه التجربه كافيه زي ابراج الكسوه، مش عارف، لكن عامه انا مش مقتنع بيك يا محمد. بس كان تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت والحاجات الحلوه دي كلها، ويا رب يا رب ربنا يكتبها لكم في اقرب وقت. كان معاكم محمد احمد من المدينه المنوره، ربنا يكتبها لكم يا جدعان يا رب، ويكتبها لي تاني وتالت و20 يا رب. يلا السلام عليكم.